سماحة المصدقين. فإذا عودة للموضوع. نبغي نقول أنه احنا الآن ندخل المرحلة الأخيرة من عمر هذه الحكومة. إن شاء الله بعد واحد السنة ونص الذي ينتهي هذا الانتداب لانتخابات الشرعية. شنو هذا يضعنا أمام واحد التحدي. لأنه الانتخابات في المبتدأ وفي الأخير هي تعاقد مع المواطنين، تعاقد مع الرأي العام، تعاقد مع الناس على أفكار، على برامج وعلى التزامات. إذن التجمع الوطني للأحرار تقدم أمام مواطنيه. أريد أن أؤكد لكم تسمية المجال وإلى أي مدى يستفيد المجال. يستفيد المجال مما تدعيه الحكومة، مما تقوم به الحكومة، مما تطرحه الحكومة. لكن تكون نحن في التجمع الوطني للأحرار عندنا الثقة كاملة فيما نقوم به، فيما تشتغل عليه الحكومة في كثير من القطاعات. بالتالي نحن منفتحون على هذه المساءلات، والبداية كتبدا بالمنظمات ديالنا. إذا هذا اللقاء أنا نضر أشكر سماحة المصدقي والسيد المنصف الجهوي والسي ياسين على تنظيمه، لأنه قد سيرى إن شاء الله ندوات أخرى، لأنه الفاعل المحتسب تسكنه النية والحماس وعنده الجيش ديال الخبراء ويعتقد فوق الكرة يراقب أن الأمور ماشية. إذا حنا في مجال الاستثمار سابقا